بصوا مش بس شاشه واحده، شاشه 2، شاشه اللابتوب الاساسيه 3. جامد قوي الحوار ده يا جماعه. وصلني المنتج ده من شركه اسمها فيتو كوم، ومتحمس له جدا الصراحه، لانها دايما بكون محتاج شاشه تانية، سواء انا شغال على الكمبيوتر او اللابتوب بكون محتاج شاشه تانية احط عليها البريفيو بتاع المونتاج بتاعي، او احط عليها فيديو PDF هنا، صفحه هنا، لازم يكون معايا شاشه تانية. بحس ان انا معايا اكتر من جهاز لما بيكون معايا اكتر من شاشه. فخلينا نفتح بقى المنتج ده واللي هيساعدنا نعمل كده سواء في البيت او بره البيت عن طريق اللابتوب. خلينا نطلعه كده من العلبه. تمام يا شباب، ده كده شكل المنتج. بيجي في علبه شكلها صراحه شيك جدا. دي المانيوالز طبعا. الاول هتلاقي مكتوب هنا المميزات كلها. الشاشه 14 انش فول اتش دي 60 هرتز. اول حاجه هنلاقيها بقى الشنطه دي، هي تقريبا جواها الجهاز. جواها ب3 شاشات. انا هحطها على جنب دلوقتي. هتلاقي بقى كل الكابلات حرفيا اللي انت محتاجها، سواء هتوصل على لابتوب، حتى لو عايز توصلها على كمبيوتر او ماك بوك، اي حاجه حرفيا عايز تشغل عليها الشاشات دي هتعرف تشغلها. حاطين لك كل المحولات اللي ممكن تحتاجها. انا هحط العلبه دي على جنب. طيب في وصلتين من تايب A لتايب C، ووصلتين كمان من تايب C لتايب C. والميزه هنا اللي التايب C معمول بالجنب بحيث ان هو ما يضايقكش في اللابتوب. وده كابل الشاشه تقدر توصله بالتايب C او حتى باليو اس بي تايب A. وطبعا ما نسوش كابل ال HDMI لتايب C. ماشي، خلينا بقى نحط كل الكابلات دي على جنب ونفتح المنتج الاساسي بتاعنا. مبدئيا هتلاقيهم كده بالشكل ده، وهتلاقي في ميزه هنا ان هو حاطط لك جيوب بحيث ان انت تحط فيها الكابلات اللي انت هتوصل بيها الشاشه بتاعتك. خلينا نحط الشنطه على جنب مع باقي الكتالوجات. بالنسبه للمداخل اللي موجوده في الشاشه، فهيكون في 3 مداخل، مدخلين تايب سي، وفي المدخل الانبوت بتاع الصوره. وحاطين لك الستاند ده في ظهر الشاشات بحيث ان الوزن بتاعها ممكن يخلي اللاب ظهره يرجع لورا. تقدر تتحكم في زاويه الميلان زي ما انت عايز على حسب الارتفاع اللي انت حابب عليه اللابتوب بتاعك وعلى حسب مقاسه. هنثبته بالشكل ده كده. خلينا نفتح بقى ال3 شاشات قبل ما نركبهم على اللابتوب. اتفتح بالشكل ده. الفكره الصراحه جامده يا شباب. بصوا ال3 شاشات، ده كده شاشتين، شاشه على اليمين وشاشه على الشمال، وشاشه اللاب بتبقى في النص. انا هركبه دلوقتي، بس خلينا الاول نشيل الاستيكر اللي على الشاشات. تمام، اللحظه دي مهمه جدا الصراحه، مش عايز ابوظها عليكم. هتشوفوني بقى فوق. قشطه. جامد. خلينا نطلع الشاشه الثانيه. متعه الصراحه، متعه. خلينا نسيب الشاشات كده على ما ايه. ده كده اللابتوب بتاعنا. هنمسك الشاشه كده. طبعا بيكون في قطعه هنا هتشوفوها في الكاميرا فوق، بتشيلها كده، وديت اللي بتسند على الشاشه من فوق. حلو. نفتحها شويه. طبعا الشاشه هنا اكبر. كل شاشه من دول 14 انش، بس عادي ممكن تركبها من اول لابتوب 13 انش لحد 17 انش. تمام كده ركبنا. طبعا هتلاحظ ايه، مش مستحمله ال3 شاشات اهي. الشاشه بتميل. هنرفع الشاشه تاني كده وهنفتح الحامل بتاعنا. تمام، فتحنا الحامل كده. هنظبط الارتفاع اللي احنا حابينه. تمام كده كويس جدا. هنفتح بقى الشاشتين ادي كده، 1 2. طيب بالنسبه بقى لطريقه التوصيل، اللابتوب اللي معايا هنا في مخرج HDMI 1 وفي 2 USB تايب A. انا هاخد ال HDMI وبعد كده هوصله جوه الشاشه نفسها في الانبوت بتاعنا. تمام. وبعد كده هاخد مدخل التايب سي الباور بتاعي، هدخله هنا في التايب سي وهدخله جوه في مدخل التايب سي. بس كده يا شباب، بعد ما وصلنا كل التوصيلات اللي انا قلت لكم عليها، 2 تايب سي باور لديت وتايب سي باور للشاشه الثانيه. وبعد كده بنبدا نحمل الابلكيشن اللي هيفتح لك اول ما توصل الشاشه الاولانيه. بعد ما حملته من الديسكتوب هدوس على فينش. بس كده خلاص بقى عندي شاشتين اهي. بحرك الماوس شمال يخش يمين وبيطلع من كل حته. الماوس داخل من هنا طالع هنا. عايز بقى يعني الافكار كتير جدا. يعني ممكن تكون مثلا فاتح هنا فيديو على اليوتيوب شرح مثلا لمساله او حاجه، وهنا الPDF، وهنا شيت اكسل مثلا. حاطط الافكتات بتاعتك على شاشه، وحاطط البريفيو الاساسي بتاعك على شاشه، وحاطط التايم لاين بتاعك على شاشه كامله. الشاشات جودتها كويسه جدا طبعا، HD مش 4K او كده، لا HD بس على 14 انش، فممتازه جدا. الكواليتي والدقه مش هتلاحظ اي بكسلات. تقدر عن طريق الزرار اللي موجود فوق على الشمال ده في كل شاشه تعلي البرايتنس او توطيه. طبعا ده هيأثر جدا على بطاريه اللابتوب بتاعك. عشان كده هم ما نسوش موضوع ان انت لو مثلا في مدخل تايب سي انت محتاج تشحن منه، وانت طبعا اخد كل المداخل التايب سي، فتقدر تشحن عن طريق الشاشه. بتوصل كابل التايب سي في الشاشه يشغل الشاشات وكمان يشحن اللابتوب بتاعك سواء ويندوز او ماك. في كمان سيتنج لو دوست على الزرار الانالوج دوت اللي جوه، تقدر تعدل في الاعدادات سواء للتايب سي 1 او تايب سي 2، الشاشه الاولانيه والثانيه. فدي حاجه حلوه قوي الصراحه. بتدوس دوسه مطوله بتطفي الشاشه، تشتغل تاني لو دوست عليها دوسه مطوله. جامد.
جامد بجد يا جماعه. فالشاشات دي هتديك اوبشنز في حته اللي انت تعمل كاستمايزيشن في الشغل بتاعك رهيبه، هتعلي انتاجيتك بشكل كبير. انا بحس دايما لما بستخدم اكتر من شاشه، مش انا بستخدم كذا شاشه، لا انا بستخدم اكتر من جهاز، لان الشاشه مش بتعمل ميرور اللي انت بتعمله على الشاشه الاساسيه، لا الفكره اللي انت بتفتح تابه جديده او بتفتح براوزر جديد او بتفتح حاجه جديده على الشاشه الثانيه، اكنك عندك كمبيوتر على اليمين هنا شغال عليه يوتيوب، كمبيوتر هنا مشغل عليه افتر افكت، كمبيوتر هنا مشغل عليه فوتوشوب، ايا كان بقى الحاجه اللي انت بتعملها، فده هيزود من انتاجيتك سواء في المذاكره او الشغل، او حتى لو بتلعب جيمنج وعايز تحط الديسكورد على الشاشه الثانيه يعني عادي، مش هنقول لك لا. تمام، خليني بقى الف لكم الشكل ده تشوفوه على الحقيقه. اكيد انا حطيت شويه بيول برضه. اوه شكل زي بصام نيل يا جماعه. شكلها جامد يا شباب، مش بس شاشه واحده، شاشه 2، شاشه اللابتوب الاساسيه 3. جامد قوي الحوار ده يا جماعه. ميزه طبعا الستاند زي ما احنا شايفين عامل سبورت للشاشه بحيث ان هي ما تميلش لوحدها وانت شغال او كده. في كذا برضه طريقه مختلفه تقدر تستخدم بيهم الشاشات دي عجبتني، ان انت مثلا لو انت مع كلاينت او حاجه وفاتح حاجات على الشاشه تقدر تلف ديت، تشيل الشاشات وتثبتها قدام الكلاينت بتاعك وهو يشوف اللي انت حابب توريه له. يعني مثلا تنقل تابه من هنا مثلا تحطها هنا، الصوره بتاعته تبقى على الشاشه دي، صوره ثانيه تبقى على الشاشه دي، فانت شغال من هنا مش محتاج بقى انتوا الاثنين تقعدوا جنب بعض وكده، فهو تفضل تبص له كده ومفيش اي كونتاكت وهو متضايق وانت متضايق. لا الموضوع هنا اسهل بكتير، تلف الشاشه هو باصص على الشغل بتاعك عن طريق الشاشات ديت، في نفس الوقت في اي كونتاكت لو عايزين تتكلموا مع بعض. فده حاجه مهمه جدا الناس اللي بتشتغل فوتوشوب بقى وديزاين والحاجات دي، بتتعامل مع شركات على ارض الواقع مش بس اونلاين. حلو. في نقطة تانية كمان عجبتني، ان انت تقدر توصل الشاشة فيرتيكال، مش لازم يبقوا الاتنين بالعرض زي كده، لا تحط الشاشة كده، وده هيكون حلو قوي لو انت بتعمل مونتاج للشورتس او كده، مش هتبقى محتاج الشاشتين مع بعض، ممكن تبقى محتاج شاشة واحدة تثبتها كده وهتبقى عظيمة جدا. والخامات اللي معمول منها شاشات ممتازة، وبرده فرق الالوان، عايز اوريكم فرق الالوان بين الشاشة الاساسية بتاعت اللابتوب وبين الشاشتين، ده غير اللي انت طبعا تعرف تعمل كاليبريشن لكل شاشة لوحدها علشان تبقى قريبة من شاشة اللابتوب او اكيوريت زي شاشة اللابتوب. بصوا طبعا وشك. طيب يا شباب بصوا كده الفرق بين الالوان، استنوا نعمل فوكس. ايوه بصوا الفرق بين الالوان بتاعت الثلاث شاشات، حاجه دقة الشاشة جميلة كويس، في شوية جلير بسبب الإضاءة بس معقول كويس جدا بالنسبة لشاشات اللابات. مثلا لو معاك ماك بوك هيبقى الموضوع عظيم جدا الصراحة. في بقى عيب شوية حتة الأسلاك، بص أنا موصل كام سلك، موصل شوية أسلاك كتير جدا، بس الموضوع مش هتحس بيه أوي لو أنت معاك ماك بوك بتوصل 3 كابلات بس. الصراحة مش شايف أي عيب تاني، يعني ممكن أخدها معايا في الكلية أذاكر بيها، عايز أروح بيها مثلا مكتبة، عايز اشتغل بيها بره البيت، مش هبقى دايما متقيد بسيت اب البي سي اللي هو شاشتين، انا متعود عليه جدا، مش بقدر امشي من غير شاشتين، لازم شاشتين معايا. شاشه واحده بحس ان انا متكتف، مش عارف اطلع من السكرين اروح لسكرين تانية اشتغل عليها حاجه تانية، فالموضوع ده هيحل لي الازمه. وطبعا لو بتسال عن ضمان المنتج ده، فهو لا مش ضمان دولي، هتشتريه من الامارات وكده ومش هتعرف تلاقي اي ضمان او تصليح في مصر، لا هو موجود في جيك ستور وعندك ضمان سنه كامله ضد عيوب الصناعه اكيد، واسيب لكم اللينكات بتاعتهم في وصف الفيديو مع لينكات الامارات، تقدر تشتريه من اي حته في العالم ان شاء الله. وبس كده، شكرا اتفرجت الفيديو على الاخر، سلام.